ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ انا قلت بقى بمناسبه ان كاس العالم قرب وكده، فقلت اطلع ارشح لكم كده كام فيلم بيتكلم عن الكوره. بصوا بقى في الفيديو ده انا هتكلم فيه بالظبط عن 5 افلام، مش هكتر عليك، 5 افلام كرويه انا بحبها جدا وهي افلام جامده قوي. وعامه بقى الكام فيلم اللي انا هتكلم عنهم دولت يعتبروا افلام مشهوره، يعني وارد انت تكون اتفرجت على كام فيلم منهم، وارد على الاقل تكون سمعت عن الافلام دي. بس المهم لو انت ما اتفرجتش على الكام فيلم اللي انا هذكرهم دلوقتي دولت، وانت بقى واحد بتحب الافلام وبتحب الكوره، فالمفروض الكام فيلم اللي انا هقولهم لك دلوقتي دولت ما يفوتكش اساسا. ويلا هنخش في الفيديو على طول. بس اول حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش برده تعمل سبسكرايب للشانل هنا. يلا بينا على طول نخش في فيلم رقم 5. الفيلم رقم 5 معايا وهو فيلم ذا دام يونايتد. فيلم ذا دام يونايتد ده بيحكي لك عن المسيره التدريبيه للمدرب الكبير براين كلوف. الفيلم بقى بيوريك اما المدرب براين كلوف مسك تدريب نادي ديربي كاونتي. نادي ديربي كاونتي يعني نادي ضعيف في الدرجه الثانيه في انجلترا. المدرب ده مسك نادي ديربي كاونتي وصعده من دوري الدرجه الثانيه لدوري الدرجه الاولى، وكمان يعمل معاهم مفاجاه كبيره جدا بان هم يكسبوا الدوري في السنه اللي بعدها على طول. المهم بعد كده بتحصل مشاكل بينه وبين اداره ديربي كاونتي، وبيسيب النادي وبيروح يمسك تدريب نادي ليدز يونايتد. عامه يعني اللي انا بقول ده ما يعتبرش حرق الاحداث، القصه دي قصه حقيقيه وقصه المدرب دي معروفه واتحكت كتير جدا قبل كده. المهم اقول لك على حاجه، الحاجه دي خدها للمعلومه ليك. الفيلم هيوريك ان حصلت مشكله بين المدرب براين كلوف اللي هو كان وقتها ماسك تدريب نادي ديربي كاونتي، وبين المدرب اللي كان ماسك ليدز يونايتد وقتها. المدرب ده اسمه دون ريفي، ولو انت ما تعرفش مين هو المدرب دون ريفي، الراجل ده زي ما قلت لك مسك تدريب نادي ليدز يونايتد، وبعد كده مسك تدريب منتخب انجلترا، واخر نادي الراجل ده دربه في مسيرته التدريبيه كلها كان هو النادي الاهلي. نخش بقى في الفيلم رقم 4 وهو فيلم يونايتد، وبيتكلم عن نادي مانشستر يونايتد، وبيتكلم بالاخص عن الكارثه اللي حصلت للنادي ده في ميونخ سنه 1958. وفريق مانشستر يونايتد في الوقت ده كان هو فخر انجلترا، كان واحد من افضل الفرق في اوروبا. المهم بقى في الفتره دي النادي كان عنده ماتش مع نادي النجم الاحمر في دوري ابطال اوروبا. مانشستر يونايتد يكسب الماتش ده ويتاهل كمان لنص نهائي دوري الابطال، وخلاص بقى رايحين يركبوا الطياره عشان يرجعوا لانجلترا تاني، عشان كان عندهم ماتش في الدوري، فكان لازم يلحقوا يركبوا الطياره بسرعه ويوصلوا انجلترا في اسرع وقت. المهم بقى راحوا ركبوا الطياره، والطياره وقفت بيهم في ميونخ، ومن ميونخ هيطلعوا بيها على انجلترا. المهم بقى والطياره بتطلع خلاص من ميونخ على انجلترا، بتحصل مشكله في الطياره والطياره بتقع وبتتحطم، وبيموت ساعتها 7 من لاعبين مانشستر يونايتد. والفيلم بقى بيوريك اثر الكارثه دي على نادي مانشستر يونايتد، من نادي كبير كان صعب ان حد يتعادل معاه مش يكسبه، لحرفيا النادي بس عمال يجمع اللعيبه عشان يكمل بيهم البطولات الفاضله. الفيلم رقم 3 معايا هو فيلم بلاي. الفيلم من اسمه كده بيحكي عن السيره الذاتيه لاسطوره كره القدم البرازيليه بلاي، بيوريك بقى الضربات اللي بتحصل في حياته وهو صغير قبل ما يلعب كوره في نادي محترف، والضربات اللي بتحصل له برده، والمشاكل بينه وبين المدربين اللي هم بيشوفوه بيلعب بالطريقه البرازيليه القديمه وهم بيكونوا عايزين يلعب بالطريقه الاوروبيه. وانا مش عايز اتكلم اكتر من كده على الفيلم ده، لو انت واحد من الناس اللي ما شافتش الفيلم فاكيد روح شوفه. معانا كمان فيلم جرين ستريت هوليجانز. انا بحب الفيلم ده جدا، ومش هبالغ لو قلت لك ان انا ما حسيتش باي ملل خالص وانا بتفرج على الفيلم ده. ممكن اقول لك ان اللحظه اللي انا حسيت فيها بشويه ملل هي بس اللحظه اللي بيحطوا فيها الكريدتس بقى، اللي هي اسامي الابطال والمخرجين والكلام ده، وده الطبيعي ان انا احس فيها بملل، بس غير كده ما حسيتش بملل خالص. الفيلم فكرته ببساطه عن مشجعين كره القدم في انجلترا، وبالاخص بيركز على جمهور ويست هام، او بمعنى اصح الارترس بتوع نادي ويست هام. الفيلم ده بيوريك ان ارترس نادي ويست هام مش مجرد بس ان هو بيشجعها ولا بيحضر معاها المباريات في الاستاد، لا ده مستعد بجد ان هو يموت نفسه عشانها، بالرغم ان ويست هام مش فرقه كبيره ولا حاجه. انت هتشوف بجد في الفيلم ده التعصب الاعمى في الكوره والتشجيع والكلام ده ممكن يوصل لحد فين. بيتخانقوا بقى وبينزلوا ضرب الفريق الجمهور الثاني. في الفيلم ده انت هتشوف كل حاجه انا بتكلم عنها، هتشوف التعصب عامل ازاي، هتشوف الخناقات اللي بتحصل بعد كل مباراه عامله ازاي. فنصيحه مني شوف الفيلم ده، وانا اوعدك ان انت مش هتمل ثانيه اما تتفرج على الفيلم. الفيلم الاخير معايا هو فيلم جول. الفيلم ده بيحكي عن شاب صغير بيحب كره القدم. سافر الشاب ده وهو صغير مع عيلته من المكسيك لامريكا بهجره غير شرعيه، وفي مره من المرات وهو بيلعب كره عادي شاف واحد من كشافين نادي نيوكاسل يونايتد وبيعجب بطريقه اللعب بتاعته، وانت هتشوف بقى في الفيلم مشوار اللاعب ده هيكمل ازاي. فيلم جامد قوي بصراحه، انصحك طبعا ان انت تشوفه. الفيلم ده اتعمل منه 3 اجزاء، بس انا شفت منه الجزء الاول بس. لو انت بقى حابب تشوف ال3 اجزاء شوفهم عادي، الفيلم جامد. انا لما شفت الجزء الاول بصراحه عجبني، بس انا لسه يعني ما كملتش ولا الجزء الثاني ولا الثالث، بس بنصحك يعني انت على الاقل تشوف الاول بس. وبس كده الفيديو يكون خلص. يا رب الفيديو يعجبكم، ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.